اليوم جبت لكم مطعم صاحب عراقي في مدينة أكادير المغرب، وعندهم فرع في مدينة بروج بلجيكا. هم أصلا كانوا عايشين ببلجيكا بس انتقلوا إلى أكادير وفتحوا فرع في شارع حسن الثاني مقابل هاي البناية اسمها سيتي كلوب أو كارفور أو إقامة إيت سوس. طبعا كابتن يا هلا. والله طبعا نعطيك معلومات. مستر دادي لان هو اصلا عراقي صديقي في بلجيكا، جو هنا فتحوا مشروعهم. المشروع هو مستر دادي. الفرع الثاني، الفرع الاول في بلجيكا مدينه بروج، والفرع الثاني مدينه اكادير في المغرب، اختصاصه دجاج، يعني نقول كنتاكي. فمثل ما تشوف المحل ديكوره وتصميمه كله فتح جديد قبل فتره. اي 14 واحد الافتتاحيه مالته كانت، وموقعه شارع حسن الثاني. واللي يجي من طرف الكابتن او ستيفان راح ياخذ كورتينج وشويه يداروه زياده. ويلا نروح نجرب. نشوف المنيو. شوف هنا هنا انواع الهمبرجر، وهنا يعني نفس الشيء الدجاج المقرمش، والاسعار موجوده ايضا. طبعا الاسعار موجوده 140 درهم مثلا 190 درهم يعني هاي عادي. اي فالاسعار هاي بالدرهم يعني. ال 100 درهم ال 100 درهم تقريبا 10 اورو. وهنا عندك هذا نفس الشيء الاسعار، تقدرون تاخذون سكرين شوت وتشوفون الاسعار بنفسكم. مثل ما قلنا يعني اسعار كلش مناسبه، يعني اسعار كلش مناسبه. بس احنا راح نجرب هسه ونشوف مصداقيتنا، راح ننطي راينا بالاكل. يعني احنا هسه اول مره راح نجرب ونشوفكم بعد ورا ما ينزل الاكل، راح نصور لكم الاكل وتشوفون، واحنا راح نعطي راينا بكل مصداقيه على هذا الموضوع. مثل ما تشوف الديكور كله جديد، والستايل والنظافه والدقه. مستر دادي راح يطلع لك شارع حسن الثاني، ودتل تشوفون النظافه والدقه، شعار النجاح، تميز بالعمل. نحن لسنا الافضل لكننا متميزون. يلا حبيبي. طبعا وصلت الوجبه. كابتن هشام مبين عليك جوعان. شلون؟ والله جوعان كلش. شلون طعمه؟ طيب رغم الاكل طبعا يجيك حار جاهز ما يتاخر. وتشوف مقرمش، الجبن والامور مثل ما قلت لكم. اغشك اني بالعافيه.